السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلبة تالتة ثانوي، رجالة مؤمن حسن، عرايس مؤمن حسن، الله يوفقكم يا أولاد، الله يعينكم على اللي انتوا فيه. حاسس والله بالشدة اللي انتوا فيها، ربنا يعينكم على الضغطة دي. بس إن شاء الله طلبة علم رياضة أسود، طلبة علم رياضة رجالة، حاجة كده يعتمد عليها إن شاء الله. أما الكليات هندسة وكليات حاسبات دي هتاخد مين غير انتوا إن شاء الله. الله يوفقكم. صلوا على سيدنا رسول الله. احنا النهاردة ان شاء الله عندنا محاضرة عافية حبتين ثلاثة، درس تفاضل في منتهى الجمال، درس تلم بيه درجات زي ما انت عايز. درس ايه؟ الدرس ده اسمه دراسة سلوك الدالة. لا يا ولد، مش سيئة السلوك والسمعة يا حيوان. دراسة سلوك الدالة اللي هو ايه يا استاذ؟ الدالة وهي بتتحرك اخبارها ايه؟ يعني مش فاهم. يعني مثلا لو انا عندي شبكة بيانية زي كده يا باشمهندس، وعندي منحنى دالة زي الدالة دي مثلا ايه اللي حصل؟ والله يا مستر الدالة بدأت من هنا وتحركت صاعدة تزايد لغاية ما وصلت هنا. بلغة الفيزياء بنقول على النقطة دي قمة، لكن في الرياضيات النقطة دي القمة دي اسمها النهاية العظمى المحلية. طب وبعدين؟ والله الدالة دي نزلت يا مستر، نزلت لغاية ما وصلت هنا. بلغة الفيزياء كنا بنقول على النقطة دي ايه؟ قاع. لكن بلغة الرياضيات هنقول عليها النهاية الصغرى المحلية. يبقى عظمى محلية يعني قمة، وصغرى محلية يعني قاع بلغة الفيزياء. خلاص؟ حلو قوي. طب وبعدين؟ والله طلعت تاني يا مستر، طلعت تاني بس القمة أعلى. أهي القمة الأعلى دي بقى اسمها إيه؟ عظمى محلية. برافو عليك. طيب لاحظ بقى معايا كده يا باشا، ويا رب تاخد بالك. في الفترة دي كانت الدالة بتصعد، الدالة دي تزايدية، لكن في الفترة دي تناقصية. اتجاه السهم نازل، اتجاه السهم صاعد. تزايدية تناقصية. طب وهنا تزايدية. طب وهنا تناقصية. ايه ده؟ يعني نقط النهايات العظمى والصغرى المحلية هي النقط التي تتحول عندها الدالة من التزايد إلى التناقص أو العكس، من التناقص إلى التزايد. صح. قولها تاني. نقط النهايات العظمى والصغرى المحلية هي النقط التي تتحول عندها الدالة من التزايد إلى التناقص أو العكس. صح كده. لذلك بنقول عليهم مع بعضهم النقط الحرجة. خد بالك من الكلمتين دول كويس، لأن الكلمتين دول هما اللي هيتبني عليهم الدرس كله. تاني النقط الحرجة ايه هي؟ هي النهايات العظمى والصغرى المحلية يا مستر. طب وايه هي النهايات العظمى والصغرى المحلية؟ بلغة الفيزياء القمم والقيعان يا أستاذ. ماشي. يعني ايه؟ هي النقط التي تتحول عندها الدالة من التزايد إلى التناقص أو العكس. الله ينور. طيب أدرسهم إزاي؟ اللي هم إيه بقى؟ النهايات العظمى والصغرى المحلية دول، وإيه كمان؟ وفترات التزايد والتناقص. إزاي أدرس دول؟ يعني إزاي أطلع فترات التزايد والتناقص، وإزاي أطلع نقط النهايات العظمى والصغرى المحلية. قول لي استنى كده، تاني. فترات التزايد والتناقص. والله يا مستر الدالة دي لو جبت المسقط السيني للنقطة
والمسقط السيني للنقطة، الفترة دي كده فترة تناقص، صح. ومن أول هنا لغاية هنا الفترة دي فترة تزايد، صح. أصل الفترات بتيجي على محور السينات يا أستاذ، برافو. أنت كده عايز إيه؟ استر بالراحة عليا عشان ما توهش منك. حاضر. أنت عشان تجيب فترات التزايد والتناقص لازم تعرف تجيب المسقط السيني للنهايات العظمى والصغرى المحلية. صدق صح. طب اجيب المسقط السيني ده منين يا استاذ؟ عد على صوابعك. جيب المسقط السيني ده منين؟ عد على صوابعك واكتب ورايا. 1 من د شرطة س تساوي 0. ده المصدر الرئيسي للمساقط السينية للحريجات. ايه كمان؟ 2 بقول لك ايه، ما تيجي فكك من 1 و2 دي وتعالى اما اكتب لك خطوات دراسة فترات التزايد والتناقص. بس ترى الخطوات دي مكتوبة في الكتب؟ لا، دي خبرة السنين يا ابني. دول 40 سنة تدريس يا حبيبي، يلموا لك القصة. كم خطوة كده اسمع من الراجل العجوز ده بحيث انك ما تغلطش. طيب سمي الله كده حاضر. اول خطوة: 1 نوجد المسقط السيني للنقط الحرجة. النقط الحرجة دي اللي هم مين؟ لسه قايلينهم، اللي هم نقط النهايات العظمى والصغرى المحلية يا أستاذ. حلو قوي قوي قوي. طب عشان نجيب المسقط السيني ده هنجيبه منين؟ أقول لك تعالى نكتبه بلون لوحده كده باين. هنجيبه منين؟ 1 المصدر الرئيسي من د شرطة س تساوي 0. مستر ده الشرطة دي اللي هي المشتقة؟ يعني اجيب المشتقة الأولى واساويها ب0 اطلع قيمة س؟ أيوة يا بيه. طب في مصدر تاني؟ أيوة في مصدر تاني. لو الدالة اللي معانا الدالة الأصلية اللي احنا بنشتقها دالة كسرية، يبقى من أصفار مقام الدالة الكسرية. ده لو كانت الدالة كسرية. طب لو مش كسرية يا أستاذ يبقى ده مش موجود، ده مصدر ما يطلع لي السينات. طب في مصادر أخرى؟ 3 من شرط التعريف لو الدالة معرفة بأكثر من قاعدة. للدالة المعرفة بأكثر من قاعدة. الدالة المعرفة بأكثر من قاعدة دي اللي هي كان بيبقى شكلها كده مستر دالة س تساوي قوس تعريف مثلا 2 س ناقص لما س أكبر من أو تساوي كذا وس أصغر من أيوه هو ده الرقم ده بقى اسمه شرط التعريف. أكبر منه وأصغر منه هو ده شرط التعريف. الرقم ده نقطة حرجة. في مصادر تاني؟ لا. طب بعد ما جبت المسقط السيني ده انا هعمل ايه؟ هقول لك حالا. بعد ما جبنا المسقط السيني هنخش في الخطوة التانية. الخطوة التانية اختبار القيم المرافقة على خط الأعداد في د شرطة س. لما نعوض في د شرطة س ايه اللي هيحصل؟ هتطلع فترات التزايد والتناقص. لو عايز تجيب
الخطوة الثالثة بقى حضرتك هتكتب الفترات دي، كتابة فترات التزايد والتناقص. مستر لو انا عايز اجيب النقط الحرجة نفسها كده ناقص لي المسقط الصادي، صح؟ لو عايز تجيب النقط الحرجة نفسها اللي هي النهايات العظمى والصغرى المحلية هيزيد عليك خطوة رابعة اللي هي ايجاد المسقط الصادي. ايجاد المسقط الصادي للنقط الحرجة اللي هي النهايات العظمى والصغرى المحلية من أصل الدالة. عايز تجيب المسقط الصادي ما قدامكش سكة غير أصل الدالة. الخطوات دي يا صديقي الأربع خطوات دول لما تنفذهم هتخلص درسين، هتخلص فترات التزايد والتناقص وهتخلص النهايات العظمى والصغرى المحلية. ممكن توريها لي عمل يا أستاذ؟ عيني دي قبل عيني دي أهي. تعالى حضرتك نحط مسألة قدامنا وندرس لها كل حاجة. أنا مش هدرس لها بس التزايد والتناقص، هو عايز فترة التزايد والتناقص، أنا مش هجيب ده بس، أنا هجيب التزايد والتناقص والنهايات العظمى والصغرى المحلية، كل حاجة عن الدالة دي، وبعدين هو يطلب مكان النقط اللي هو عاوزه، نختار اللي هو يطلبه. تعالى كده بس نسمي الله ونحط المسألة قدامنا ونشتغل على مهلنا بفهم راقي جدا للمسألة. أهم حاجة تحل المسألة وانت مستمتع بحل المسألة يا باشا. ادي الدالة قدامنا يا أستاذ، دالة س بتساوي س تربيع ناقص 6 س زائد 7. عايز أدرس كل حاجة. تعالى يا باشا بسم الله الرحمن الرحيم نجيب ده لشرطة س ونساويها بالصفر. ليه يا مستر؟ الخطوة الأولى إيجاد المسقط السيني للحرجات من 3 مصادر، ده لشرطة س، أصفار مقام الدالة الكسرية لو كانت الدالة كسرية، شرط التعريف الدالة اللي معايا مش كسرية فما عنديش أصفار مقام، الدالة اللي معايا مش معرفة بأكثر من قاعدة فما عنديش شرط تعريف، ما قداميش غير ده لشرطة س تساوي صفر بس. يلا هات ده الشرطة، اشتقاقها سهل أوي يا أستاذ، ده اشتقاق مباشر. ده لشرطة س ده لشرطة س تساوي، اتفضل يا بيشتق، 2 في 1 ب2 س، 1 في سالب 6 بسالب 6 والسين بقت أس صفر ماتت والسبعة أصلا ميتة. أدي ده لشرطة س. طيب أعمل إيه؟ أساويها بصفر. نفرض ده لشرطة س تساوي صفر، يعني 2 س ناقص 6 تساوي صفر. هنودي الستة بالموجب والاتنين اسم يبقى س بتساوي 6 على 2 تساوي 3. معاك كام مسقط سيني لنقطة حرجة؟ واحد بس يا مستر، واحد بس مفيش غيره. طيب أعمل إيه دلوقتي؟ هرسم خط الأعداد. حاضر، يلا نرسم خط الأعداد يا باشا. يعني هنا أدي خط الأعداد يا دكتور، ادي خالته ما لا نهايه وادي عمته سالب ما لا نهايه، وهنحط الرقم في وسط الخط. ادي ال3. الفتره اللي على يمينه دي اسمها النهايات اليمنى او القيم اليمنى، وش على شماله يسرى، ودول هعمل بيهم ايه؟ هاخد رقم من الفتره دي ورقم من الفتره دي. مثلا الفترة دي فيها عدد لا نهائي من الأرقام 3 4 5 6 7 8، خد أي رقم يعجبك، أنا ما يهمنيش الرقم كام، أنا يهمني هيطلع لي إشارة إيه. طب تعال ناخد الأربعة يا أستاذ، أعمل بيها إيه؟ هنختبرها في د شرطة س. تاني اختبار التزايد والتناقص هيتم فين؟ في د شرطة س. ليه؟ عشان أنا جايب النقطة الحرجة من د شرطة س، يبقى اختبار التزايد والتناقص يتم فيه
د شرطة س. يلا يا بيه، د شرطة 4 يساوي، يلا نعوض في د شرط، 2 في 4 ب8 ناقص 6 ب2. انا ما يهمنيش الناتج كام يا ولاد، طلع الناتج 2 زي طلع الناتج مليون، مش مهم، المهم هو موجب ولا سالب. هنا موجب يا مستر. حلو قوي الكلام ده، طالما طلع موجب يبقى الدالة تزايدية في الفترة دي. خد رقم من هنا، مستر في ارقام كتير قوي، 2 1 0 سالب 1 سالب 2 سالب 3، كلهم هيجيبوا لك نفس الاشاره، د شرطه 2. يلا نعوض في د شرطه، 2 في 2 ب4 ناقص 6 بسالب 2 سالب، يبقى الفتره دي تناقصيه. مستر طب ما ينفعش اقول طالما هنا موجب يبقى هنا سالب وخلاص؟ لا ما ينفعش، عشان في دوال بتبقى كلها تناقصية أو كلها تزايدية، فلازم أختبر الفترات بتاعتي. كده أنا خلاص قدرت أحدد فين الدالة تزايدية فين الدالة تناقصية. يبقى لو قلت لك دالة س تزايدية فيه، هتقول لي سهلة جدا علي. لو أنا سألتك دلوقتي قلت لك د س تزايدية فيه، تقول لي عادي يا مستر أهو د س تزايدية في. جيلك في الامتحان بقى كده، د س تزايدية في، طلع فترة التزايد من أول 3 لغاية ما لا نهاية يا أستاذ، 3 المفتوحة لغاية ما لا نهاية، أدي فترة التزايد. طب هي ال3 مفتوحة ليه؟ ما احنا قلنا ال3 نقطة حرجة تتحول عندها الدالة من التناقص إلى التزايد أو العكس، وبالتبعية هي لا تبع التناقص ولا تبع التزايد. طب لو جه قال لك د س تناقصية في، تعرف تجاوب؟ سهلة جدا يا مستر، تناقصية من أول سالب ما لا نهاية لغاية 3، من أول سالب ما لا نهاية لغاية 3. ممتاز، أدي أول سؤال يا باشمهندس عن فترات التزايد والتناقص. هو ممكن يسألني عن حاجة تاني؟ ممكن يقول لي هات نقط النهاية العظمى والصغرى المحلية. طب ده أنا أعرفها بقى إزاي؟ أنا عندي ال3 نقطة تحول، أنا دي أعرفها إزاي؟ هي صغرى ولا عظمى؟ امشي مع التزايد والتناقص يا بيه، امشي مع التزايد والتناقص يا بيه. مش فاهم؟ صلي على النبي. الدالة دي كانت بتنقص صح يا دكتور؟ وبعدين بتزيد، وهي دالة إيه؟ تربيعية. تقصد يا مستر ان كان شكلها كده؟ يا بيه، كانت بتنقص وبقت بتزيد، يبقى دي قمة ولا قاع؟ قاع طبعا. حلو قوي، يبقى عظمى ولا صغرى؟ يبقى صغرى. بس كده اقدر دلوقتي اقول له النهاية الصغرى المحلية هي ايه ده؟ زوج مرتب؟ ما هي النهاية نقطة النهاية الصغرى المحلية، مسقط صيني ومسقط صادي. طب مسقطها الصيني ب3، اجيب الصادي منين يا مستر؟ تعوض في اصل الدالة، تشيل السين وتحط مكانها 3 في دماغك، شغال على الآلة شغال، عوض عن السين ب3، 3 تربيع ب9، 6 في 3 ب18، 9 ناقص 18 بسالب 9 زائد 7 بسالب 2، ادي المسقط الصادي يا باشمهندس. في اصل الدالة، في اصل الدالة. هو ممكن يسألني عن حاجة تاني هنا في الدرس ده؟ لا، الدرس ده بيسألك عن فترة التزايد، فترة التناقص، النهاية العظمى قمة المحلية، النهاية الصغرى المحلية قاع، بس مفيش حاجة تاني. درس عبيط قوي. امال ايه اللي مصعبه احيانا؟ لما بيجيب لي دالة اشتقاقها دسم شوية، بس انت مذاكر قواعد الاشتقاق الاول. مستر انا الصراحة مش مراجعهم. طب سهلة،
على نفس القناة بتاعتنا دي عندك 5 فيديوهات جايبين لك قواعد الاشتقاق من طقطق لسلام عليكم. كل قواعد الاشتقاق من أولها لآخرها. الفيديو الأولاني جايب القواعد من 1 ل6، الفيديو الثاني واخد القواعد من 7 ل10، الفيديو الثالث واخد من القواعد من 11 ل16، الفيديو الرابع تأسيس للأسس واللوغاريتمات بتاع سنة تانية ثانوي، الفيديو الخامس القواعد من 17 ل 24 اشتقاق الدالة الأسية والدالة اللوغاريتمية. يبقى حضرتك لو مش مذاكر قواعد الاشتقاق تذاكرها الأول وبعدين نتفاهم، إنما مش هينفع أدخل في تطبيقات الاشتقاق وأنا مش مذاكر قواعد الاشتقاق. تطبيقات يعني مسائل كلامية على قواعد الاشتقاق، فلازم أكون مذاكر قواعد الاشتقاق ولا إيه؟ كلام منطقي يعني. يلا نشوف مسألة كمان. يعني سمي الله. ادي المسألة اهي. مستر انت خبيت المطلوب ليه؟ مش عايزك تجيب كل حاجة. ادرس تزايد وادرس تناقص وادرس كل حاجة. يلا نهايات عظمى صغرى محلية وعيش حياتك. طيب بسيطة يا مستر. يلا نجيب المشتق. طب انت ليه ما خدتش شرط التعريف يا مستر؟ هي الدالة كانت معرفة بأكثر من قاعدة وانا قلت لا، لو معرفة بأكثر من قاعدة كنت خدت شرط التعريف. طب وانت ما خدتش اصفار مقام الدالة الكسرية ليه؟ والله يا مستر لو كانت الدالة دي دالة كسرية كنت خدت الاصفار على دماغي من فوق. ايه الازمة يعني؟ انما هنا ولا دالة معرفة باكثر من قاعدة ولا دالة كسرية، يبقى ما قداميش غير مصدر واحد بس للمساقط السينية للحريجات، ما قداميش غير د شرطة س تساوي صفر. يلا بينا. د شرطة س. اشتق يا بيه. 5 س أس 4 ناقص 20 س تكعيب. عاش. سويها بالصفر يا باشا. حاضر. نفرض د شرطة س تساوي صفر ونشتق ونساوي بالصفر. 5 س أس 4 ناقص 20 س تكعيب تساوي صفر. حل يا دكتور. مستر هاخد ال5 س تكعيب عامل مشترك وافتح قوس، يفضل 5 على 5 طارت، س أس 4 على س تكعيب س، سالب على موجب سالب، 20 على 5 4، س تكعيب على س تكعيب طارت تساوي صفر. يبقى 5 س تكعيب تساوي صفر أو س ناقص 4 تساوي صفر. من هنا الس تساوي 4 سهلة، من هنا الس تساوي صفر سهلة. مستر هو أنا ما كانش ينفع أقسم المقدار ده على 5 س تكعيب؟ غلط. تقسم على رقم أسمح لك، تقسم على س أنط في كرشك. ليه؟ عشان لما بتقسم على س انت تخلصت من احد قيم س. س لها اكثر من قيمة، انت تخلصت من احد هذه القيم لما قسمت على س، فبالتبعية بقى في مسقط صيني طار. باظت المسألة. اوعى تعمل كده، اوعى يطلع لك ديل على طول. لو قسمت على س يطلع لك ديل فورا. انت عايز قيمة س تاخد العامل المشترك مش تقسم عليها. طيب بعد ما طلعت قيمة س اعمل ايه يا مستر؟ تطلع المسقط السيني، حطينا تعمل اختبار القيمة المرافقة على خط الأعداد. طيب استنى اما ارسم خط أعداد كده الأول. اهو ادي خالته وادي عمته. معاك كام حرجة يا ولد؟ معايا 2 يا مستر. 0 وال4. خط الاعداد بتاعك اتقسم كام حته يا واد؟ ادي حته 2 3 3 فترات يا استاذ. خد رقم من كل فتره واختبره، وبلاش تقول لي انا هختبر الفتره اللي في نص،
لو طلعت موجبة يبقى الاتنين دول سوالب، ولو طلعت سالبة يبقى الاتنين دول موجب، هيطلع لك ديل. ليه؟ هو ده غلط؟ غلط. 90% من المسائل هيطلع كده، انا معاك. انما في 10% حالات شاذة، لسه قايل لك من شوية. يعني الدالة الكسرية مثلا بتطلع كلها تزايدية وكلها تناقصية، واخد بالك؟ الدالة المعرفة بأكثر من قاعدة بتخون أحيانا، والدالة الأسية. فبالتبعية حضرتك اختبر كل الفترات من فضلك، بلاش كسل. الحبر مش هيخلص، ده مجرد اختبار على الآلة. يلا بينا نجيب مثلا دال شرطة 5 رقم من هنا. طب نعوض. فين دال شرطة؟ دال شرطة اهي يا مستر، بس ده فيها أس 4 وأس. ايه المشكلة؟ مش في اختراع اسمه آلة عشان نعوض عن 5 س أس 4 دي. 5 وادي القوس، هنشيل السين ونحط مكانها الخمسة بتاعتنا، نقفل القوس. أس 4 ناقص 20 وادي القوس، هنحط جواه الخمسة أس 3 أهو. فين المشكلة؟ ده أنا كتبت على الآلة 5 في 5 أس 4 ناقص 20 في 5 أس 3 يساوي. أنا ما يهمنيش الناتج كام، الناتج طلع 625. أنا ما يهمنيش هو الناتج كام، إنما يهمني جدا إشارته 625. ده رقم موجب، ده اللي هنا تزايدية. خد رقم من هنا يا مستر، هاخد الواحد تعويض بيه سهل، عشان اقول 1 أس 4 ب1 في 5 ب5، 1 أس 3 في 1 ب20 ب20، 5 ناقص 20 بسالب 15 اهي. د شرطة 1 تساوي سالب 15، سالب اهو تناقصي. خد رقم من هنا ليكن السالب 1، د شرطة سالب 1 تساوي، هنشيل السين ونحط سالب 1، سالب 1 أس 4 ب1 في 5 ب5، سالب 1 تكعيب بسالب 1 في سالب 20 موجب 20، 5 زائد 20 25. مستر انا اعوض على الآلة. عوض على الآلة، انت بتخنقنا ليه يعني؟ عادي. رقم موجب، انا ما يهمنيش هو الناتج كام، يهمني هو موجب ولا سالب، بس كده واضحة. لو انا بقى جيت قلت لك انا كده درست كل حاجة، خط الاعداد عليه كل حاجة، عليه حريجات وعليه تزاد وتناقص كل حاجة. لو انا جيت بقى في رأس السؤال قلت لك ايه، اكتب لك سؤال اهو، د س تناقصية في نقط. جاوب يا بطل. تقول لي يا مستر جاوب واختار، ما هو السؤال اختيار من متعدد. تقول لي بسيط، تناقصية من أول 0 لغاية 4 بس كده أهي. تناقصية من أول كام؟ من أول 0 لغاية 4، 0 و4. طب الأقواس أخبارها إيه؟ يا مستر الأقواس مفتوحة، 0 ولا 4 دي نقط تحول، ولا تبع التزايد ولا تبع التناقص. الله ينور. طب لو غيرت لك السؤال وخليت لك السؤال دالة س تزايدية في نقط، يلا جاوب. تزايدية هنا وهنا، يعني اكتبها فترة وفترة يا أستاذ، مش هتلاقيها في الاختيارات. امال اكتبها ازاي دي؟ افتكر كده مستر. صح، ممكن اقول له تزايدية في الخط كله ما عدا الحتة اللي في النص دي. الله ينور عليك وعلى والديك، عظمة. طب الخط كله معناها ايه؟ مستر خلاص بقى ما انا فهمتها، هقول له تزايدية في ح ما عدا الفترة من 0 ل4. الأقواس مفتوحة، ومن خصائص علامة الفرق إنها بتعكس الأقواس اللي وراها. طيب حلوين السؤالين دول؟ حلوين. جبت التزايد والتناقص؟ يا مستر. طب لو خليت لك السؤال
انا بص حاطط لك المساله وعمالين بندردش. طلع اسئله. لو خليت لك السؤال النهايه العظمى المحليه هي نقط. يلا جاوب. عظمى يعني قمه طب يا مستر قمه اهي هنا تزايد ثم تناقص، في قمه هنا يا مستر. الله ينور. السين بتاعتها بكام مستر؟ السين بتاعتها باربعه بصفر. خلاص يبقى ده زوج مرتب مسقطه السين صفر. مسقطه الصادي كام؟ ما تجيش غير من راس السؤال يا مستر، من اصل الداله اشيل السين واعوض بصفر. صفر اس 5 بصفر، صفر اس 4 بصفر، ما فاضلش غير واحد يا استاذ. عاش يا بطل، عاش عاش عاش. سهله ايه؟ طب استنى، لو غيرت لك السؤال وقلت لك النهايه الصغرى المحليه هي نقط. يلا جاوب. مستر والله صغرى يعني قاع. طب ما هو القاع اهو تناقص تزايد، ده القاع عند السين باربعه. يلا نقول له دلوقتي هي الزوج المرتب اللي مسقطه السين أربعة. طب ومسقطه الصادي كام؟ لا لازم أعوض في أصل الدالة. طب أنا أعرف أعوض بأربعة أس 5 في دماغي؟ صعبة شوية عليا يا مستر. طب ما تيجي نحط الآلة ونقول 4 أس 5، 4 أس 5 ناقص 5 ونفتح قوس نحط جواه 4 أس 4 زائد 1 يساوي سالب 257. سالب 257. بس كده. فيها اي مشاكل؟ والله ما فيها مشاكل، الدنيا حلوه ولطيفه وزي الفل. طب ما تيجي نشوف كمان مساله. انت واخد بالك احنا المساله الواحده بنعمل عليها ايه؟ المساله الواحده بنجيب لها تزايد وتناقص ونهايه عظمى ونهايه صغرى، ما بتفرقش معانا. تعالى نشوف كمان مساله. قول لي يا بطل ايه المستجد في المساله دي؟ والله يا مستر المستجد مش انه بيقول لي ابحث فترات التزايد والتناقص يعني. ايوه ايه المستجد؟ المقياس يا مستر. حلو قوي قوي قوي، انت كده جميل. تعالى لي بقى يا جميل لما اعلمك حته انا عارف ان انت ناسيها. لما يقابلني مقياس اتعامل معاه ازاي؟ لازم اعيد تعريف المقياس يا مستر، قلناها في قواعد الاشتقاق. جدع. طب بس انا ناسيها. طب ما افكرك. اول حاجه هناخد المقياس لوحده نعيد تعريفه. المقياس لوحده نعيد تعريفه. تعال ناخد المقياس لوحده خالص نعيد تعريفه. مقياس س ناقص 2 بنعيد تعريفه ازاي يا استاذ؟ بنفتح قوس التعريف، بناخد اللي جوه المقياس زي ما هو مره وبعكس الاشارات مره. اللي واخدينه زي ما هو بنحط له س اكبر من او تساوي، واللي عكسين اشاراته نحط له س اقل من. اكبر من كام واقل من كام يا مستر؟ ناخد اللي جوه المقياس اللي هو س ناقص 2 نساويه بالصفر في دماغنا. س ناقص 2 تساوي صفر، يبقى الس بكام؟ ب2. جدع. ادي الاتنين اهي. ثم نعيد تعريف الداله ككل. يبقى داله س بتساوي، احنا دلوقتي هنعمل المساله بقى يا اولاد، احنا كده هنعمل المساله اللي احنا هنشتقها. داله س تساوي، مش السين مضروبه في المقياس؟ يبقى السين تضرب في التعريف بالكامل كله. السين دي تتضرب في التعريف ده كله عشان هي مضروبه في المقياس. طيب س في س بس تربيع، س في سالب 2 بسالب 2 س،
س في سالب س بسالب س تربيع. س في 2 بموجب 2 س. طب والشرط يا مستر لا يتغير أبدا مهما تغيرت ظروف المسألة. أنا كده جبت الدالة اللي أنا هتعامل معاها، كونت الدالة اللي أنا هشتقها. طيب يلا يا مستر دلوقتي احنا بادئين المسألة واحنا معانا حرجة أصلا اللي هي مين؟ اللي هي 2. ما أنت قلت لنا إن شرط التعريف مصدر للحرجات، صح؟ يبقى أنا بادئ المسألة وأنا معايا حرجة اللي هي س تساوي 2. هحط على خط الأعداد 2 لأن شرط التعريف يعامل معاملة المسقط السيني للحرجة عادي خالص. يلا نجيب المشتقة يا أستاذ، يلا يا بطل أنا مستنيك. اشتق. خلاص يا مستر تعال أما نشتقها. د شرطة س تساوي، مستر هو أنا هشتق اللي فوق ولا اللي تحت؟ 2. هتشتق الدالة كلها. يلا اشتق. 2 س ناقص 2 سالب 2 س زائد 2. هايل. الشرط لا يتغير أبدا مهما تغيرت ظروف المسألة. طب وبعدين؟ ولا قبلين، خدها سويها بصفر. يا مستر عندي مشكلة، أنا عندي قاعدتين، آخد ده سويها بصفر ولا آخد ده سويها بصفر؟ شوف مين فيهم اللي الفترة بتاعتها فيها صفر. هو الصفر أكبر من 2؟ لا، يبقى ما ينفعش آخد ده سويها بصفر لأن الصفر لا يحقق شرطها. الصفر مش أكبر من 2. طب هو الصفر أصغر من 2؟ يبقى لما تيجي تساوي بالصفر تاخد دي القاعدة اللي شرطها في الصفر عشان تساويها بالصفر. يعني لما اجي اقول له نفرض د شرطة س تساوي صفر، هاخد القاعدة دي عشان دي اللي فيها س تساوي صفر. س أقل من 2 أصغر من 2 والصفر أصغر من 2، فأنا هاخد القاعدة اللي هي سالب 2 س زائد 2 أساويها بصفر. وديت الاتنين بعكس الإشارة والاتنين اسمه، يبقى س بتساوي سالب 2 على سالب 2 بتساوي 1. أدي كمان حرجة. كده معايا كم حرجة؟ 2. واحدة مسقطها السيني 1 والتانية مسقطها السيني 2. يلا نرسم خط الأعداد اللي هنبحث عليه الإشارات يا أستاذ. يلا اهو، ادي خالته سالب ما لا نهايه، وادي عمته موجب ما لا نهايه، وادي الرقمين. ادي الواحد اللي جبناه من د شرطة س تساوي صفر، وادي الاتنين اللي جايبينها من شرط التعريف. ناخد رقم من الفتره دي ورقم من الفتره دي ورقم من الفتره دي نختبرهم في د شرطة. الاختبار هيتم هنا في د شرطة في فتراتها المظبوطه. انا هاخد رقم من هنا مستر ليكن التلاتة. يلا صديقي هات د شرطة 3. يلا د شرطة 3. طيب لما اجي اعوض بالتلاتة يا مستر اعوض في انهي؟ في القاعدة الاولى ولا التانية؟ هي التلاتة تبع انهي فترة؟ اكبر من 2 ولا اصغر من 2؟ لا يا مستر اكبر من 2، يبقى نعوض في الفترة اللي فوق. 2 في 3 ب6 ناقص 2 ب4، الناتج طلع موجب، يبقى الدالة في هذه الفترة تزايدية. يلا ناخد رقم من هنا يا مستر. 1.5 بين 1 وال2 1.5، ده الشرطة 1.5. يلا بينا نعوض في انهي قاعدة؟ والله 1.5 في القاعدة اللي تحت. ليه؟ اصل 1.5 اقل من 2 يا استاذ، ما ينفعش اقول 1.5 اكبر من 2، عيب. 1.5 اقل من 2. برافو. يلا نعوض. سالب 2 في 1.5 زائد 2 بسالب 1 يا أستاذ. برافو. الفترة دي تناقصية. هايل. يلا ناخد رقم من هنا ليكن الصفر، ده الشرطة صفر. ما هو صفر
-1 -2 -3. اهم حاجة لما تيجي تختبره في الفترة المناسبة، الفترة بتاعته. هو الصفر تبع القاعدة الأولى ولا القاعدة الثانية؟ والله يا مستر ده أقل من 2، يبقى تبع القاعدة اللي تحت. -2 في صفر زائد 2 ب2، موجبة تزايدية. بس أنا كده كل حاجة أقدر أجيبها. يقول لي هات فترة التزايد، عيني. هات فترة التناقص، عيني. هات النهاية العظمى، حاضر. هات النهاية الصغرى، حاضر. يطلب أي حاجة من الأربعة، حاضر، ما عنديش مشاكل. لو قال لي هات فترة التناقص، يعني لقيت السؤال كده يا ابني، لقيت السؤال د س تناقصية في نقط، يلا جاوب. والله يا مستر سهلة، الدالة التناقصية من أول 1 لغاية 2، بس كده. هقول له ده س تناقصية من أول 1 لغاية 2، سهلة خالص. تعال نكتبها له من أول 1 لغاية 2. لا احنا عايزين لون مناسب عشان يبان فوق الأحمر. يلا أهو من -1، من أول 1 تمسحش، من أول 1 لغاية 2. طب لو لقيت السؤال دالة س تزايدية في، يلا قول انت، علمتها لك في المسألة اللي فاتت يا مستر. دالة س تزايدية هنا وهنا، يعني تزايدية في الخط كله ما عدا الحتة اللي في النص. بتكتبها ازاي يا مستر؟ خلاص بقى عارفها. قول له ح فرق، ح ما عدا، من أول 1 لغاية 2. طب انت قفلتهم ليه؟ مستر اصل علامة الفرق بتعكس الأقواس. أنا فاهم، أنا مش حافظ، أنا فاهم. طيب لو لقيت السؤال النهاية العظمى المحلية هي، يا مستر أنا عارف إن النهايات زوج مرتب، مسقط صيني ومسقط صادي، وفاهم إن عظمى يعني قمة. فين بقى العظمى؟ والله يا مستر عظمى يعني قمة، تصاعد ثم تنازل، تزايد ثم تناقص، دي اللي قمة عند الواحد. مسقطها الصيني 1، طب ومسقطها الصادي هجيبه من أصل الدالة يا مستر. فين أصل الدالة؟ أهو ده أصل الدالة، مش ده، دي دالة مقياس، احنا عدنا تعريفها وبقت كده. يعني لما اجي اعوض بالواحد اعوض بيه في القاعدة اللي تحت عشان الواحد اقل من 2. ايوه، يبقى -1 زائد 2 ب1. برافو. طب لو لقيت السؤال النهاية الصغرى المحلية هي، بسيطة يا مستر، ما عنديش مشاكل. زوج مرتب، صغرى يعني قاع تناقص ثم تزايد قاعه عند س تساوي 2. طب هتجيب المسقط الصادي بتاعها منين؟ من أصل الدالة. طب تعوض في القاعدة اللي تحت ولا اللي فوق؟ لا اللي فوق طبعا، عشان دي اللي فيها يساوي 2، الاتنين تبعها، دي س أقل من 2، الاتنين مش تبعنا، يبقى نعوض في اللي فوق. 2 تربيع ب4، 2 في 2 ب4، 4 ناقص 4 0. ادي المسألة عبيطة جدا. مستر هو هيطلب كل الاربع مطالب دول؟ لا، هطلب مطلوب واحد بس، انما انا بعلمك الاربعة عشان نكرر مرة واثنين وثلاثة، وانت بتحل اعمل كده. المسألة يقول لك هات فترة التناقص، قول له بس كده ادي فترة التناقص وعليها هدية فترة التزايد.
وعليها هدية النهاية العظمى المحلية، وعليها هدية النهاية الصغرى المحلية. درب نفسك مرة واثنين وثلاثة واربعة. انت مش شغال عند حد، انت شغال عندك انت. اللي هيجيب مجموع هو انت، اللي هيخش كلية محترمة هو انت. فانت لازم تتدرب مرة واثنين وثلاثة. انت مش هتنزل الملعب في يوم، لازم تاخد فترة تدريب. تيجي نشوف مسألة كمان، يلا بينا. شوف ايه الجديد. ايه الجديد هنا؟ يا مستر يا قديمة قوي، دالة كسرية. طب تفرق معاك في حاجة؟ طبعا. أصفار مقام الدالة الكسرية تعامل معاملة النقط الحرجة. قبل ما أعمل أي حاجة هاخد المقام أساويه بصفر وأطلع قيمة س. يبقى أنا كده معايا أول حرجة من الحرجات. نفرض المقام يساوي صفر، يبقى السين بتساوي واحد. ادي اول حرجة من الحرجات. حلو. ثم نجيب بقى ده الشرطة س يا مستر، يلا بينا. ده الشرطة س، ارغي يا عم. ده الشرطة س تساوي مستر، هنا المشتقة هتبقى مشتقة اسمه. الله ينور. المقام تربيع، عيني. مشتقة البسط واحد في المقام كما هو، ضرب في واحد غير مؤثر، ناقص مشتقة المقام واحد في البسط كما هو. يبقى السالب واحد ده هيتضرب في البسط يديني سالب س سالب واحد. مستر موجب س وسالب س طاروا مع بعض، يلا في ده. يبقى ده الشرطة س في أجمل صورها سالب 2 سالب 1 وسالب 1 على س ناقص 1 الكل تربيع. جميل. يلا ناخدها نساويها بالصفر يا مستر. ماشي. عشان نجيب الحرجات. ماشي. نفرض سالب 2 على س ناقص 1 الكل تربيع تساوي صفر. صفر ده أصله على كام؟ على 1. يلا اعمل مقص. سالب 2 في 1 بسالب 2 تساوي صفر. في المقام ده بصفر، مستحيل، مرفوض. هو في حاجة اسمها سالب 2 تساوي صفر؟ دي قلة أدب ووقاحة. يبقى ما عنديش مسقط سيني لحرجات من ده الشرطة س تساوي صفر، بس عندي مسقط سيني من أصفار المقام. حلو قوي. يبقى أنا كده معايا مسقط سيني واحد بس يا أستاذ. أيوة. طب ليه ما خدتش شرط التعريف يا أخويا؟ لو كانت معرفة بأكثر من قاعدة كنت خدتها، إنما مش معرفة بأكثر من قاعدة. يلا نرسم خط الأعداد يا أستاذ. يلا. ادي خط الاعداد، ادي خالته ما لا نهايه، وادي عمته سالب ما لا نهايه. حط السينات في نص الخط يا استاذ الواحد. حاضر. بس خد بالك الواحد ده مش معانا. ليه يا مستر؟ ده اصفار مقام يخرب بيتك، الداله غير معرفه عنده، ده يخلي المقام صفر والقسمة على صفر ليس لها معنى. الرقم ده مش معانا، مفتوح. طب يا عم متزعقش. خد رقم يمين ورقم شمال نختبرهم في ده الشرطة. حاضر. يلا يا باشا، رقم يمين ورقم شمال نختبرهم في ده الشرطة. ده الشرطة 2 تساوي. فين ده الشرطة؟ والله ده الشرطة اهي. يلا نعوض بالاتنين يا مستر. 2 ناقص 1 1 تربيع 1 سالب 2 على 1 بسالب 2. دالة تناقصية هنا يا أستاذ. برافو. يلا نجيب رقم من هنا يا مستر. ما تتعبناش بقى، طالما ده سالب يبقى ده موجب بقى وخلاص. الأستاذ قال لنا كده. غلط.
مفيش أستاذ قال لك كده. يا مستر والله بيقولوا لو ده موجب يبقى ده سالب، ولو ده سالب يبقى ده موجب. غلط، مش مظبوط. لازم تختبر كل الفترات عشان في حالات شاذة. يلا نختبر الصفر. صفر ناقص واحد بسالب واحد، تربيع بواحد. سالب 2 على واحد بسالب 2. يا نهار بني، الحق يا مستر، دي طلعت تناقصية برضو. ما انا عمال من اول المحاضرة عمال اصرخ واقول لك اختبر كل الفترات، القلم مش هيخلص، ده مجرد اختبار. هي طلعت تناقصية كلها يا اخي، مش هنا موجبة وهنا سالبة، ولا هنا سالبة وهنا موجبة، مفيش، كلها تناقصية. يعني في المسألة دي لو جه قال لي د س تناقصية في، اقول له ايه؟ اقول له بسيط، الدالة تناقصية في الخط كله ما عدا الواحد مش معانا، يبقى ح فرق الواحد. الواحد ده مش معانا ليه؟ الواحد ده مش معانا علشان هو أصفار مقام. أصفار مقام، أصفار المقام غير معرفة. مستر هو كان في المسألة دي ممكن يخلي السؤال دالة س تزايدية في الفترة؟ ايه المانع؟ هر اسود، الدالة ما فيهاش تزايدية، خلاص يبقى تزايدية في فاي، ما فيهاش تزايدية. طب مستر النقطة دي بقى نهاية عظمى محلية ولا نهاية صغرى محلية؟ لما كانت بتبقى تناقص ثم تزايد تبقى صغرى، تزايد ثم تناقص تبقى عظمى. الدالة دي تناقصية، تناقصية ما فيهاش تزايد، البتاعة دي تبقى عظمى ولا عظمى ولا صغرى، لأن ما فيش تحول من التزايد إلى التناقص أو العكس. صدق حلوة، مسألة لطيفة وفكرتها حلوة جميلة. مسائل الرياضيات جميلة للي فاهم، الفهمان مرتاح، اللي ماشي بخطوات ثابتة مرتاح، مش خايف ولا متردد. طب يلا يا باشا نشوف مسألة كمان. يا مستر كفاية والله المسائل طلعت كلها زي بعضها، أنا موافق، بس يعني زيادة في الحسوكة، أو نتعلم كمان قاعدة اشتقاق. إيه ده؟ دالة أسية؟ فين المشكلة؟ دالة الأسية أنا ناسي اشتقاقها، ارجع للفيديو الخامس، اشتقاق الدالة الأسية والدالة اللوغاريتمية. طب يا مستر ما تفكرني كده على السريع. حاضر. الدالة الأسية في منها اتنين، ذات أساس نابيري وذات أساس حقيقي. اللي ذات أساس نابيري اللي هي الأساس بتاعها إيه؟ بنقول المشتقة بتاعتها الدالة نفسها في مشتقة أسها بس. طب ولو أساس حقيقي يا مستر، يعني لو بدل اللي هي دي 2 أس س 3 أس س، نقول الدالة نفسها في مشتقة أسها في لينث رتم أساسها. لو ذات أساس نابيري الدالة نفسها في مشتقة أسها، وخلاص على كده. طب لو ذات أساس حقيقي الدالة نفسها في مشتقة أسها في لينث رتم أساسها. طيب يلا يا مستر نشتق، يلا يا بطل، انت بتخوفني يعني؟ نشتق ولا بيهمني، يلا نشتق. ده الشرطة س تساوي دالة أسية الدالة نفسها في مشتقة أسها. هو مشتقة الأس ده كام؟ 1. أكتب 1 النبي شكلها عيب، ده أنا بقى محرج وأنا بكتبها. ناقص مشتقة السين ب1. ادي المشتقة يا باشا. يلا يا مستر خدها سوية بالصفر بس كده، عينينا. نفرض د شرطة س بتساوي 0،
يبقى ه أس س ناقص 1 بتساوي 0. هنودي الواحد بعكس الإشارة، ه أس س تساوي 1. يلا فكر، امتى أي رقم خلقه ربنا يساوي 1؟ مستر هو أنت مجنون؟ في رقم خلقه ربنا يساوي 1 اللي هو إزاي؟ لما يكون الأس بتاعه 0 يا حيوان. ه أس 0 بواحد، 2 أس 0 بواحد، 10 أس 0 بواحد، نص أس 0 بواحد، أي حاجة أس 0 بواحد. يبقى إمتى أي رقم يساوي 1؟ لما يكون الأس بتاعه 0. يبقى كده س بتساوي 0. أدي حرجة. هل في شرط تعريف؟ لا. هل في أصفار مقام؟ لا. عندك مسقط سيني واحد بس اللي هو س تساوي 0. يلا نرسم خط الأعداد يا أستاذ عشان نختبر. يلا جميل، خط أعداد حلو لطيف. أدي خالته ما لا نهاية، وادي عمته سالب ما لا نهاية، وادي الصفر. يلا يا مستر نختبر رقم من اليمين ورقم من الشمال. يلا بينا. ده فين؟ في ده الشرطة يا مستر، أنا مش عبيط. ماشي. ده الشرطة 2. هتخليها 1 يا مستر. يا عم هي فارقة معاك 2 ولا 1؟ فين ده الشرطة؟ فين ده الشرطة دي؟ ايه يا مستر؟ ادي ده الشرطة. يلا اختبر. شيل السين وحط 2 يا أستاذ. ه أس 2 ناقص 1. أنا هحسبها ازاي دي؟ يا عم أهو. اللي هي أس 2 تتكتب ازاي يا مستر؟ شيفت لن اي أس ه أس 2. ادي ه أس 2 ناقص 1 يساوي 6.4 تقريبا، 6.38%. انا ما يهمنيش الناتج كام يا اولاد، انا يهمني انه موجب. يعني الفترة دي فترة تزايد بس، انا ما يهمنيش هو كام، يهمني انه موجب. طب يا مستر تعالى ناخد رقم من هنا. ده الشرطة اختار لك رقم. مستر هاخد الواحد براحتك، السالب 1 عشان اقل من الصفر. سالب 1 سالب 2 سالب 3 حاجة كده يعني. طب ماشي، يلا نعوض يا مستر. يلا هنقول ه أس سالب 1. ه أس بتتكتب ازاي؟ شيفت لن تديك اي أس سالب 1 اهو، سالب 1. انزل من الأس. الكلام ده كله ناقص 1 يا مستر. حاضر، ناقص 1 يساوي سالب 63%. انا ما يهمنيش الرقم كام، انا يهمني انه طلع سالب. فترة تناقص يا استاذ، بس كده يا سيدي. يبقى حضرتك معاك فترة تناقص ومعاك فترة تزايد. يبقى دلوقتي لو جه رأس السؤال وقال لي دالة س تناقصية في، هعرف اجاوب. ولو قال لي دالة س تزايدية في، برضه هعرف اجاوب. ولو قال لي النهاية الصغرى المحلية هي، هعرف اجاوب، لان الخط ده عليه كل حاجة، عليه التزايد والتناقص والنهايات العظمى والصغرى المحلية. لو قال لي هات التناقص، عينينا، مفيش اسهل من كده ولا احلى من كده. التناقص اهو من اول سالب ما لا نهاية لغاية الصفر، سالب ما لا نهاية لغاية الصفر. طب لو قال لي هات فترة التزايد اهي من اول الصفر لغاية الما لا نهاية. طب لو قال لي هات النهاية الصغرى، قول له صغرى يعني قاع، اهي فعلا صغرى، مسقطها السيني 0. طب ومسقطها الصادي، اعوض في رأس السؤال ه أس 0 ب1.
ناقص صفر بواحد. شفت الدلع؟ دلع. انت مع منهج ممتع، منهج التفاضل منهج عظيم وسهل وجميل. لمين؟ للي مذاكر قواعد الاشتقاق. ذاكر قواعد الاشتقاق مظبوط، هتلاقي المعدلات الزمنية عبيطة، وهتلاقي دراسة سلوك الدالة أكثر عبطا، بس بشرط تكون حريف اشتقاق. تمسك ال5 فيديوهات تاكلهم فيديو فيديو، تلم قواعد الاشتقاق كلها، وانا حاططهم لك مفتوحين على اليوتيوب، مش مخبي منك حاجه، ولا منصه ولا ادفع ولا وجع دماغ. امسك ال5 فيديوهات كلهم، تخش في دراسه سلوك الداله تتدلع، ويبقى من حق الكبير يتدلع بجد. لما تكون ماسك قواعد الاشتقاق يبقى انت كبير، ما انت صغير. تيجي نشوف مسألة كمان. يا مستر ما خلاص بقى اتحرقت بقى، ما عندناش أفكار تاني بقى. طب يا عم ما تزعقش، مفيش مشاكل. تعال اما اوري لك شكل تاني كده للمسألة. عبيطة جميلة حلوة دي. إذا كان للدالة نقطة حرجة. يعني إيه لها نقطة حرجة؟ مستر ما احنا لسه قايلينها 10 مرة. يعني ليها ده الشرطة س بتساوي صفر، طلع قيمة س. هو يقول لك لها نقطة حرجة عند س تساوي 2. خلاص يا مستر، يبقى ده الشرطة 2 بصفر. خلاص مسألة خلصت. طب وانت جبت ده الشرطة؟ لا. طب ما تجيبها، يلا نجيب ده الشرطة سوا. مستر مش هعرف اشتق الدالة دي عشان س في المقام اطلعها البسط. يبقى دالة س الأصلية اللي أنا هشتقها س زائد ألف س أس سالب 1 عشان أعرف أشتقها. طيب يلا اشتق يا مستر. د شرطة س تساوي مشتقة السين بواحد، سالب 1 في ألف بسالب ألف س أس سالب 2. جدع يا مستر. يبقى د شرطة س في أجمل صورها هتساوي 1 ناقص ألف على س تربيع. جدع جدع جدع. ادي ده الشرطة س يا مستر. انت نفسك في ايه بقى؟ انا ما نفسيش في حاجة، لكن هو نفسه انك تعوض عن السين ب2 وتساوي المشتقة بصفر. ما هي لها نقطة حرجة، اقدر اقول له بما ان الدالة لها حرجة عند س تساوي 2، اذا د شرطة 2 تساوي صفر. هو ده بقى القانون بقى. هي دي القصة، ان انت فاهم ان كلمة لها نقطة حرجة يعني المشتقة الاولى عند هذا الرقم بصفر. سهلة. يلا ناخد المشتقة الاولى ونعوض. 1 ناقص ألف 2 تربيع ب4. شلت السين وحطيت 2 يا مستر. تساوي صفر. مستر سيب الواحد هنا وودي الكسر ده الناحية التانية بعكس الإشارة. حاضر. الواحد ده أصله على كام؟ ادي مقص يا أستاذ. حاضر يا سيدي. ألف تساوي 4. إيه ده بس كده بالعبط ده؟ دي مسألة مهمة جدا ومنتشرة جدا في الامتحانات. للدالة نقطة حرجة. على فكرة ممكن يقول لك للدالة نهاية عظمى محلية، للدالة نهاية صغرى محلية. هي ما هي كلمة حرجة يعني قمة أو قاع، يعني عظمى محلية أو صغرى محلية، فمش فارقة معايا. يقولها زي ما يقولها، ما بتلخبطش. طالما في مجهول واحد بس يبقى ده الشرطة عند هذا الرقم تساوي صفر. مستر هو ممكن يبقى في مجهولين؟ تعال نشوف. ممكن يبقى في مجهولين ولا لا؟ نشوف سوا كده.
تحدب الأعلى، ده احنا دخلنا في درس تاني خالص، كبرنا الموضوع يا اخوان. ممكن يبقى في مجهولين يا استاذ، ممكن يبقى في مجهولين، هوريها لك في درس نقط الانقلاب وفترات التحدب الأعلى والتحدب لأسفل، اللي هي المحاضرة الجاية إن شاء الله. ربنا يوفقكم يا أولاد، شدوا حيلكم يا شباب، السنة سنتكم، أسود ورجالة، نذاكر كويس، نرتب وقتنا عشان ربنا يكرمنا إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.